دواعي فخري وسروري ان انا التقي بقامه من القامات الطبيه، الاستاذ الدكتور طارق صفوت، استاذ الامراض الصدريه بجامعه عين شمس. هيقول لنا ازاي نقوي جهازنا المناعي، هيقول لنا ازاي نتعامل مع مرض التليف الرئوي. هنفهم منه حاجات كتيره دلوقتي. ازي حضرتك يا دكتور؟ شرفت بحضرتك جدا جدا. الناس عايزه تعرف من حضرتك ازاي نقي نفسنا من نزلات البرد اللي ممكن تؤدي الى نزلات شعبيه في موسم الشتاء في الفتره الحاليه، والناس اللي عندها حساسيه في صدرها والناس اللي عندها ربو ازاي تتعامل مع نزلات البرد العاديه او اللي بتجيلها. هو اول حاجه بس عايز اللي عارف ان هو مريض حساسيه او عنده نزلات ربويه مزمنه، المفروض قبل فصل الشتاء انه ياخد تطعيم الانفلونزا. اعتقد من الحاجات المهمه جدا خصوصا لكبار السن او المرضى اللي عندهم امراض صدريه مزمنه، او مريض عنده سكر، عنده القلب، عنده مشاكل كلى، كبد. حتى انا عايز اقول حاجه، حتى بالنسبه للسيده الحامل مهم انها تاخد التطعيم. احنا بنتكلم عن تطعيمات الانفلونزا، حتى بالنسبه برضو لتطعيم الكورونا والحديد، بس الحمد لله الكورونا هديت، لكن التطعيمات من الحاجات الاساسيه المهمه. طبعا هنيجي بقى تصحيح الانسان او المريض ان هو ما يدخنش، واحنا اتنبح صوتنا في هذا الموضوع. وكفايه ان احنا في جو اولا في ازدحام وتلوث بيئي نتيجه العربيات والعوادم والازدحام. كل الحاجات دي بتأثر على صحة رئة الإنسان المصري. احنا عندنا نسبة عالية جدا من المدخنين في مصر، أكثر من 30% من كبار أو من اللي هم الكبار بيدخنوا. تنصحهم بإيه يا دكتور المدخنين؟ تنصحهم يمتنع عن التدخين، ويعني في وسائل تساعد على الامتناع عن التدخين، الإرادة، لأنه طبعا عارفين التدخين عبارة عن إدمان وعادة. فأنت بتتكلمي على الإدمان، ممكن نستبدل التدخين بحاجات بديلة للنيكوتين في فترة مش معناتها إنه يستمر عليها، إن هي بس مجرد إن تديله النيكوتين اللي هو دماغه اتعودت عليه. أنا بقيت مدمن نيكوتين نتيجة شرب السيجارة، فتبتدي مواد فيها النيكوتين بس ما فيهاش المواد المسرطنة اللي هي الأطران ومشتقات البنزين أول أكسيد الكربون اللي بيسبب أزمات قلب. فأنت بتديله حاجات تعوضه عن النيكوتين اللي بيسبب له الإدمان. هي أدوية مش هنقول أساميها، لكن في حاجات تديله النيكوتين عن طريق، في حاجات لزق، حاجات مش هنقول أسامي تجارية، لكن في حاجات مضغ نيكوتين، في لزق نيكوتين، في أجهزة بتدي نيكوتين زي بخاخات، في برضو النيكوتين عن طريق الاستنشاق بالتسخين. عايز اقول دي حاجات بنقول لفتره معينه كوسيله للاقلاع عن التدخين. طيب يا دكتور، الامراض المناعيه بتؤثر على تليف الرئه؟ في امراض مناعيه زي الزئبه الحمراء، زي الروماتويد، زي اللي هو السكليروديرما. في بعض الامراض المناعيه بتسبب تليفات وهنا برضه بتبقى برضه بنقول كل ما بنكتشف القاعده عندنا، كل ما بتكتشف المرض مبكرا كل ما النتيجه بتبقى ايجابيه كويسه، بتدي نتائج في كل الامراض. اكتشفي المرض مبكرا النتيجه بتبقى ايجابيه ونتيجه جيده جدا. اعراض التليف اللي ممكن نكتشفها بدري؟ اعراض كتيره بتعتمد على اشعاعات مقطعيه واعراض المريض والصفه الوراثيه عنده في امراض كتيره مش هنقدر، دي عايزه بقى يوم كامل. لكن في عرض معين يا دكتور او عرض رئيسي؟ النهجان، ضيق النفس. النهجان وضيق النفس. شكرا. استعرض المؤتمر السنوي 21 للجمعية المصرية لأمراض الجهاز التنفسي العديد من القضايا والمشاكل المرضية التي تهم العديد من المرضى، أهمها مرض التليف الرئوي. وأوصى المؤتمر بسرعة علاج هذا المرض وسرعة اكتشافه من خلال المتابعة الدورية للرئة بمجرد الإحساس بأعراض معينة زي الكحة، زي ضيق التنفس، حاجات أو أعراض من هذا القبيل. استعرض المؤتمر أيضا تدريب
الأطباء الشباب من خلال الجمعية على كل ما هو حديث ومستجد من تكنولوجيا في مجال الطب من كل محافظات مصر. شارك في المؤتمر طبعا العديد من الدول الأجنبية، ويقارب 10 دول أجنبية من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، تركيا، إنجلترا، إيطاليا. شاركوا خبراء أجانب في المؤتمر. طبعا الخبراء الأجانب أدلوا بدلوهم في المؤتمر من خلال خبراتهم العلمية في هذا المجال، وخاصة في مجال زرع رئة. طبعا المؤتمر ناقش عملية زرع الرئة بشكل موسع، ومن ضمن ما أثير في المؤتمر عن عمليات زراعة الرئة إنها بتستهدف سن معين، وما تنفعش تكون إلا في سن شباب، ما ينفعش كبار السن، طبعا فيها خطورة على كبار السن. دي حاجة، إن زرع الرئة مكلف جدا جدا جدا، ولازم يكون في 2 متبرعين في عملية زرع الرئة، وبيبقى لها استعدادات خاصة جدا جدا ومكلفة جدا جدا. وعلاج تليف الرئة كمان في مصر مكلف جدا جدا للغاية، والجمعية بتساعد على تدعيم ده بشكل كبير. طبعا المؤتمر كان هادف بشكل رائع. في نهاية المؤتمر ما كانش ينفع أمشي بدون ما أتكلم مع قامة من القامات الطبية وأسألها عن مرض تليف الرئة، ومين من مرضى الجهاز المناعي اللي ممكن يكون عرضة للإصابة بهذا المرض. طبعا هنشوف ده دلوقتي حالا. وفي النهاية لا يسعني غير الشكر والتقدير لكل أطباء مصر. تحياتي.